وهناك كانت لحظة ما لمحت عينه واحدة من وصفات أمه، ولما سأل عنها عرف إن اسمها دراجا ماشن، وإنها أرملة لمهندس كان في جيشه، بس كان راجل جاف وبيعاملها بشكل وحش. فلما مات رفضت الجواز تاني، وإنها حفيدة واحد من أعز أصدقاء جده، وإنها أكبر منه ب9 سنين. ورغم كده كان شكلها وجمالها ما كانوش مخلين اللي يشوفها يديها سنها وتبان أصغر بكتير، وإن أمه الملكة ناتالي أعجبت بجمالها وتأثرت بشخصيتها اللطيفة فضمتها للبلاط الملكي. وبفضل شخصية دراجا وأخلاقها العالية كسبت احترام وثقة الملكة، فالملكة خلتها وصيفتها الخاصة. كل ده زود إعجاب الملك بيها. وفي يوم صيفي كان الملك بيستمتع بمية البحر، لكن البحر كان مضطرب وأمواجه عالية، وفي لحظة